سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا مر هذا الوقت وشفنا العديد من الأشخاص الذي ما لهم قيمة، ما لهم قدر، الأحذية يتكلموا ويقولوا أشياء عاطلة. وعن من؟ عن اليمن، عن أصل العرب. فبخصوصنا كيمنيين وجب علينا الرد على ما يقولون، ولكن قبل ما أرد عليهم أريدكم أن تسمعوا ماذا يقولون هؤلاء، ثم نعود لكم بردي إن شاء الله. اليمن مش أصل العرب، وهم ليش سبحان الله دائما استغلال ويستغلونهم، ياخذونهم يفرونهم كيزقات، يستحوذون عليهم، كرامة معدومة عندهم. من الأخوة عندهم اعتقاد خاطئ أن اليمن هم أصل العرب، وهذا الأمر غير صحيح لأنه يتنافى مع القرآن الكريم. القرآن الكريم يقول أن أول بيت وضع للناس الذي بمكة مباركا، يعني أصل البشرية كلها من الجزيرة العربية وتحديدا من مكة. شلون تقول أصل العرب من اليمن بدون أي دليل قاطع، بدون أي شيء، بدون أي مبرر تقولوا هذا الكلام؟ يعني مش معقولة يا أخي. لا، أصل العرب هي الجزيرة العربية، نجد، الطائف، مكة. قلت بأن اليمن ليست أصل العرب. حصرتونا في الموجود على الخريطة الآن، وهذا الكلام غير صحيح. ضيعتوا تاريخ نجد، وين راح؟ قبائل الجنوب كلها وين راح؟ ما نشأ منها أحد، ما طلع منها أحد. هذا الكلام غير صحيح. نجران فين وديتوا تاريخها؟ جيزان فين وديتوا تاريخها؟ لماذا حصرتمونا في اليمن؟ وإذا كانت، هذا أنا تعليلي، إذا كنتم حصرتوها في دولة وهي اليمن، أنا أقول نحصرها في دولة وهي السعودية. القبائل العربية والعدنانية تنسب إلى نبينا إسماعيل. نبينا إسماعيل عاش في مكة المكرمة، تعلم اللغة العربية في مكة المكرمة، فما لها أي صلة في اليمن. ممكن يكون اليمن أصل يمني فقط، لكن نسب العرب يرجع إلى اليمن، هذا كلام غير. والله سمعنا الحريم يا ناس تتكلم، نهاية الجيد يسمع كلمة الحرمة. أقول هدئ وخلي الناس ما تعلم ما هي أصولك وقدر قيمة النعمة. مسيت يوم كنت تتمسكن وتتريحم في عند شعبي عشان تحصل على لقمة؟ يوم كنت تخدم بلادي لقل تتأقلم بنيت لك بيت يا من كنت في خيمة. من خيراتنا كنت يا ابن الناس تتنعم، في أرضنا كنت تتمسكن سعد تمه. اسأل علينا جبال الأرض تتكلم، واسأل علينا رسول هذه الأمة. احنا حمينا رسول الله برواحنا والدم، يوم غيري بصخرة طيروا دمه. أنا اليماني وذي ما قد علم يعلم، هذا اليمني يا خبير في قمة القمة. احنا الكرم ما بشرحم مننا وارحم، واحنا إله السماء يكشف بنا الغمة. لكن إذا حرب لا والله سم مرقم، نصيحتي للعدو يجلس بحضن أمه. سلامتكم.